متجوزين اسمهم مات وكات، وبيكونوا في الطريق رايحين لبيتهم الجديد. ولما بيوصلوا البيت بيلاقوا العفش القديم بتاع الناس اللي قبلهم، بس بيكون عفش قديم جدا. ومات بيفضل يجمع العفش القديم عشان يجيب غيره، وهو بيشيل العفش بيلاقي مفتاح شكله غريب جدا، بس بيسيبه وما بيهتمش. بعدها كيت كانت بتروق الدور اللي تحت وبتلاقي حمامة ميتة، فبتخرج تدفنها في الجنينة، وبتحط الحمامة على الأرض على ما تشوف مات عايز ايه. بس لما بترجع تبص للحمامة تاني عشان تدفنها ما بتلاقيهاش، وبترجع تاني تكمل ترويق في البيت. وفي الوقت ده مات بيلاحظ ان في حاجة ورا ورق الحائط، ولما بيقطع الورق بيلاقي باب حديد، وبيلاحظ ان شكل كالون الباب نفس شكل المفتاح الغريب اللي لقاه ورماه. فبيرجع يدور عليه تاني لحد ما بيلاقيه وبيفتح الباب، وبيلاقوا أوضة فاضية. واول ما جم يدخلوا الاوضه بيحصل مشكله في الكهرباء، وبيتصلوا بشركه الكهرباء عشان يحلوا المشكله دي. وتاني يوم مندوب من شركه الكهرباء بيجي وبينزل مع مات للمكان بتاع كهرباء البيت، وبيلاقوا شبكه اسلاك كبيره جدا قديمه،